الوحوش انواع سيدي خويا، والوحوش هذو عايشين معانا يا سيدي، هما منتي ومتجسدين في شكل انسان. ايش نقرب لك شويه يا خويا، هذم من اخيب واقسى انواع الناس. عرفتوهم شكون؟ لا يا سيدي، باش نحكيو في هدرتنا على يقولوا لهم متنمرين، واللي برشا عباد ولات تو تسقط منه وتدخل في فلوس. زعما علاش؟ ما باش يضحكوا العباد على حساب وجيعة ناس اخرين، واللي ما عندهم ما يعملوا وما عندهم ما يصنعوا في حياتهم، كان لاهين بعيوب الناس وناسين عيوبهم بالطبيعه، او يبداو في هذا ما يشوفش خلينا نضحكوا عليه، وفي الاخر ما عنديش شعر خلينا نعملوا شيخ عليها، وشوف اكل اخر ما يتكلمش خلينا نهدلوه ونكركروه، وفي الاخر خشمه كبير، والاخر شوف كيفاش معاق بين قوسين من ذوي الاحتياجات الخاصه. ما تصوروش قديش حاجه توجع القلب وتبكي. يا سيدي نتفرج ويا سيدتي المتفرجه، قبل ما تعاير عيوب الناس ابدا بعيوبك انت. ميسالش عادي والله، واللي تنمرت بيه على خلق ربي ابدا بروحك، واعرف ايش تخرج من فمك، على خاطر كل كلمه تنجم تقتل البشر وتخليه عايش في حاله نفسيه خايبه برشا. وفما منا برشا عباد توصل تدخل في ديبرسيون كبيره برشا. هذا كله مناش مو في جرتك تفدليك ولا كلمه صغرونا، ومن الاخر رانا كلنا ولاد وبنات تسعه، وحد ما زايد حاجه على حد، وكلنا مشاركين في الموت، لكن الافعال تختلف وكل واحد وفعله في الدنيا هذه. ويساعدك يا فعل الخير، وهي اللي باش ترفع لك شانك قدام ربي سبحانه. واللي يضحك عليك توا يجي شكون يضحك عليه نهار اخر، وتو يعرف اش معناها قصة الوجاع اللي يحس بها سيدي بنادم.